من ساعة ما عملتها لهم في البيت وانا وفرت فلوس كتير جدا. كنا بنجيب الاكلة دي ب400 جنيه. تعالوا يلا شوفوا عملناها ازاي، بجد تحفة وكمان موفرة. اعملوا لايك وشير اذا عجبتكم الطريقة، وصلوا على النبي في الكومنتات. وطبعا هنا اي كمية بانيه احنا عايزينها بنجيبها وبنقطعها طبعا الحجم اللي احنا عايزينه. عايزينها مثلا رفيعة او تخينة ده يرجع لك. بنغسلها وبعد كده بنصفيها. بنجيب طبق نحط فيه كوباية مية، نحط فيه نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة بهارات مشكلة، نص معلقة بابريكا، معلقة توم بودرة وبصل بودرة. طبعا اي نوع بهارات انت عايزاه تضيفيه. وكمان حطي نص عصير ليمونة، وانزلي بالفراخ بتاعتك المغسولة ونضيفة، وسيبيها في قلب التتبيلة دي مش اقل من ساعة. تقدري تستغني عن التوم البودرة والبصل البودرة وتستخدميهم فريش. بس هتعصريهم بعد ما تطحنيهم كويس قوي وتاخدي المية بتاعتهم. الكفر هنا كوبايه ونص من الدقيق، نص كوبايه من النشا، ملح وفلفل اسود وبابريكا، وكمان معلقه من البيكنج باودر علشان الكفر معانا ما يفكش ويمسك على الفراخ بتاعتنا وتبقى بنفس المنظر اللي انتوا شفتوه ده. على طول بقى بناخد الفراخ بالشكل ده ونبتدي ان احنا نغلفها بالشكل ده كويس قوي قوي. يعني انا بلفها حوالي 5 6 لفات في الدقيق كده علشان اتاكد ان هي خدت من كل الكفر بتاعنا علشان ما تفكش مني. شايفين بالشكل ده؟ الخطوات دي مهمة جدا علشان يطلع معاكم كل واحدة بوحدتها وما يفكش منك خالص. الخطوة التانية بجيب مية متلجة، كوباية مية متلجة، وعلى طول بقى بنزل بالبانيه بتاعي بعد ما خدت له اول كفر في قلب المية، وانزل على الدقيق تاني على طول زي ما انتوا شايفين كده في اقل من ثانية بالشكل ده. واقوم بقى ايه عم واخداله كفر حلو قوي بقى بايديا كده، افضل ايه ارفع وانزل وبصوا بقى بهدلوه بقى، اعملوا اللي انتوا عايزينه كله علشان نتاكد ان احنا الكفر بتاعنا ثابت. تقدروا كمان ترجعوا لخطوه الميه تاني وترجعوا على الدقيق تاني، بس انا بستكفى بيها كده كفايه مرتين بس. بعد كده في زيت ساخن بنزل بقى بقطع الاستريبس معايا. طبعا بنجيبه غالي جدا وانا مش عارفه ليه، هو مش مستاهل خالص وكلها خطوات بسيطه طبعا. وتقدروا تقطعوه لحجم اصغر من ده، يعني انا هنا عامله كبير وصغير، في جزء بيحبه ناشف وفي جزء بيحبه طري. الكبير شويه بيبقى طري شويه، الرفيع بيبقى ناشف وكريسبي وبجد بيبقى تحفه. عايزه اقول لكم على حاجه، هو الكفر من بره بيبقى ناشف قوي ومن جوه الفراخ جوسي وجميله وطريه وحلوه قوي قوي. شايفين الشكل؟ يعني هفتح لكم واحده دلوقتي وتشوفوها. وعملت شويه رز ريزو وبس كده. بصوا الجمال، اكني بالظبط جبت اكل من بره، بس هنا نظافه زائد زيت نظيف زائد صحة. عايزة اقول لكم حاجات كتير قوي والله. اعملوا الحاجة في البيت على فكرة بربع التكلفة اللي انت هتجيبيها من بره. اكل يقضي 5 افراد او 6 انت هتعمليه في البيت بتمن فرد واحد. اعملوا لايك وشير. باي باي.